قبل لا أسألك عن الفوز خلنا نتكلم عن شخصية المغرب بالعودة في النتيجة مرة ومرتين ومن ثم قلب الطاولة والتقدم، مرتين يتأخرون في الشوط الأول. كلمني عن هالشخصية. أولا يعني شخصية اللاعبين تأتي من تكوينهم ومن البيئة المحيطة ومن مدربهم. المنتخب المغربي تحول من نموذج أرتيتا إلى نموذج لويس أنريكي، من الركراكي إلى وهبي، وهذا كله يعني هو نماذج تدريبية. الآن لو نروح ناخذ هذا النموذج، لو تشوف أرضية مع تأثير فني واضح. الحالة الذهنية مر المنتخب بمراحل. دخوله في أول مباراة مع البرازيل في كأس العالم في أول دقائق سجل هدف، معناته أن التحضير الذهني لدخول المباريات رائع جدا. نروح الآن تلعب مع مباراة صعبة جدا مع اسكتلندا، ومباراة فيها جانب بدني وأنت موجود. في لحظة تقدر تختبر ذهنية اللاعبين، أن هايتي تسجل عليك 2-1 في تسديدة غريبة صعبة تغير مجريات المباراة. الثبات الذهني أنت عندك موجود، هذا كله يعطيك لمسيرة متقدمة. أنت اختبرت أمام ليفل عالي، ليفل متوسط، ليفل أقل، نجحت في كل المراحل. أيضا نجوم الفريق اللي أنت تحتاجهم أن يكونوا موجودين، رحيمي، كريم، حكيمي في الجهة اليمنى كأفضل ظهير أيمن، لابد أن تأتي في دور المجموعات وتثبت هذا الشيء، تثبته بالأداء، بالأرقام، بالتأثير موجود. كان شيء بعد أنا أتوقع ناقص، أن منو اللاعب رقم 13 14 اللي نحن لابد نطالب فيه بعد أول مباراة. رحيمي أمس تسجيل الهدف هذا ممتاز، أنك أنت تفرض نفسك في على المجموعة، وهذا يعطينا أيضا دليل على أن البدلاء جاهزين ذهنيا ونفسيا متواجدين مع المجموعة. هذه المحصلة كلها تخلينا أن ما نشوف المغرب مبروك على تأهل، نعم نبارك لهم، لكن نحن طموحنا، هم وضعونا في هذا البوزيشن، هم وضعونا في هذا المكان، أن نحن لا نشوف أنتم في ليفل أعلى من هذا الشيء. أكيد إيجابيات كثيرة خرج من خلالها منتخب المغرب من المجموعات. هل استقبال هدفين من ضمن الإيجابيات أن اكتشاف بعض الثغرات الدفاعية اللي شفناها أمس كابتن علي؟ شوف محمود، تكلم عنها محمد وهبي في المؤتمر الصحفي. أنا ما أعتقد أن هي ثغرة كثر ما هي أنه دفع ببدلاء. يعني الهدف الأول جاء من جهة الشمال اللي فيها أنس صلاح الدين اللي يلعب مكان مزراوي، وأنس صلاح الدين يعتبر لاعب بديل لمزراوي في جهة الشمال كظهير، ويات العرضية من هناك واستقبلت وكان هدف عكسي من بونو. الهدف الثاني جاء من تسديده من خارج منطقه ال18 في حاله تحول ارتداد دفاعي الى هجومي بالنسبه للمنتخب المغربي. لكن الزين ان في ال10 دقائق الاخيره في الشوط الاول كانت ال10 دقائق هي ربما امتع 10 دقائق في هالمجموعه كلها، رغم ان المغرب واجهت البرازيل، رغم ان في مباراه ممتازه، لكن كان فيها 3 أهداف. كان فيها عوده لحكيمي بالدقيقه 39، كان فيها تقدم مره اخرى لهايتي في الدقيقة تقريبا 43، بعدين هدف لصايبيري بتعادل في الدقيقة 45+1 في الدقيقة 46 تقريبا. فهاي الأجواء تبين لك كاركتر الفريق، شخصية الفريق، بأن هذا الفريق ما عنده مشكلة وما عنده خوف بأن إذا تأخر أن يعود بالنتيجة. هاي تبين لك شخصية الفريق ومدى قدرة المدرب على إدارة المجموعة. بعدين لا تنسى أمس أنت دفعت بمجموعة لاعبين محمود، هذه واحدة من المكتسبات بالنسبة حق الفريق. أنت أمس أرحت موسى دياب ولعب موسى ديابي ولعب مكانه اللي هو حلحال، صح ولا لا؟ لعب مع رياض في الخلف، لعب عندك أيوب على جهة الشمال، لعب عندك في وسط الملعب مرابط مكان بوعدي، لعب عندك في الخط الأمامي أيوب الكعبي اللي ما شارك في المباراتين الأوليات، كان اللي يكون بديل سفيان رحيمي. كان كذلك بلال خنوس لاعب مباراة خرافية، حكيم لعب مباراة خرافية. إلى الآن الوحيد اللي أنا في وجهة نظري مستواه شوي مش مقنع اللي هو دياز ما تعرف، مش مركز في إنهاء الهجمة ولا مركز في صناعة اللعب في المباراة. لازم يكون أعلى، لازم يكون أعلى عن شيء. لكن بشكل عام شو مكتسبات محمد وهبي مباراة أمس؟ جهز البدلاء، عودة رحيمي للتسجيل بطريقة رائعة جدا. أمس يصنع هدف ويسجل هدف بهذا الفورمة تخلي رحيمي يكون بديل رائع جدا لصبيري في الخط الأمامي. مجموعة اللاعبين اللي قاعدين يتألقون ياخذون هاي الثقة، مثل حكيمي، مثل بلال خنوس مش طبيعي هذا اللاعب. أمس قدم واحدة من أجمل مبارياته، مرابط في وسط الملعب كلاعب اكسبيرينس، الظهير الشمال كذلك أيوب. يعني مجموعة مكتسبات من مباراة أمس مع تعزيز كاركتر الفريق محمود. لكن تعرف لما تكون أنت البديل الأول لصايباري ثم تأتي هاي المباراة وما تبدأ أنت كأساسي ويبدأ الكعبي، فيها شوي حالة ذهنية بأن فيها شك بأنك أنت رحيمي، ما بين أنك أنت راح تكون البديل الأول أو الكعبي راح يكون البديل الأول. لكن لما تدخل وشفت فرحت بالهدف، دليل أن هاي الفكرة في راسك كانت، أن لما تدخل أنت وتكون حاسم وتسجل الهدف الثالث وتصنع الهدف الرابع،
معناته انت قطعت الشك باليقين بان قيمتك كلاعب مهاجم، واللي عملته في الاولمبياد ما زال في اذهان الجميع بانك رحيمي في اي لحظه ربما تكون حاسب بالنسبه للمنتخب. فعلشان كذي لابد انه ما يطلع من حسابات او فكر محمد وهبي كواحد من اهم المهاجمين اللي موجودين في الكره المغربيه حاليا، خصوصا وهو يتناسب مع اسلوب اللعب في الخط الامامي محمود، اللي يعتمد على السرعه، يعتمد على اللعب المباشر، يعتمد على المساحات، مهاجمه المساحات، يعتمد على الانهاش السريع. يعني شفنا الكورنر، الكنترول والتسديده كانت مره الكره على 3 لاعبين تقريبا، لكن قدرته وحسمه في هذيك اللحظه رجح كفه المغرب، ثم تذهب وتصنع هدف الرابع. انا اعتقد ان هذه ال20 دقيقه او 30 دقيقه اللي لعبهم، او هو دخل في الدقيقه 70 تقريبا، ال30 دقيقه او 25 دقيقه اللي لعبهن هذه ربما تكون بالنسبه له اهم من انه يبدا كلاعب اساسي، لانه اثبت فيها فعلا انه هو مهاجم كبير وحاسم. صحيح. كابتن حسن، معنويا كم راح يفرق هذا الانتصار ب4 أهداف وردة الفعل اللي حضرت، كم راح يفرق مع المغرب في الادوار الاقصائيه بدايه من الدور القادم؟ لا، الان مع تقييم المنتخب المغربي يجب ان نكون بعد واقعيين في المساله. الان نحن سرد الايجابيات يمكن نصل الى رقم 300 و450، يمكن نوصل الى 500 ايجابيه، وهذا يستحق المنتخب المغربي بشكل كبير. لكن هذه المساله يجب ان ناخذها بعين الاعتبار، ان المنتخب لعب مع فريق ربما البرازيل مرشح، مع منتخب في وسط يعتبر تير 2 في اوروبا، وفريق يعني من المستويات اللي نحن موجودين في كاس العالم. هذه المنتخبات ادى بشكل ممتاز في جميع المباريات. الان انت لما تروح في دور 32 المساله مختلفه تماما، كل شيء نبدا بصفحه جديده. الان بدات كاس العالم بشكل صحيح وبشكل رسمي. ليش؟ لان الاحتمال القادم ربما يكون أول تصادم في خروج المغلوب راح يكون مع هولندا. تعرف من هولندا؟ هولندا من المنتخبات القليلة جدا في العالم مع هذه النسخة مع كومان إن ما تمتلك أي نقطة ضعف. روح من الحارس إلى المهاجمين، إلى خذ من الخبرة، خذ من التنوع، خذ من دكة البدلاء، خذ من كل شيء. فهذه المسألة يجب تأخذ بعين الاعتبار بشكل كبير جدا. أن نحن اوكي تأهلنا، لكن بعد امامنا مسألة صعبة. تعامل مع خروج المغلوب مرحلة الجانب النفسي والذهني والثبات بيكون مثل ما انت عندك حكيمي وعندك رحيمي وعندك لاعبين عندهم قيمة، ترى هولندا عندها. مثل ما انت ايوه احسنت، مثل ما عندك ظهير يمين ممتاز هم عندهم ظهير يمين ممتاز، مثل ما عندك ثلاثي وسط ممتاز هم عندهم جرافنبرغ وعندهم رايندرز وعندهم ديونغ، توب ليفل لعيبة تتكلم. لذلك انا اتكلم حتى الان حديثي في انهم رايح يلعبوا مع هولندا عشان نشرح فكره انتقال الفريق من دور المجموعات الى دور ال 32. بعد ذلك انت راح لو تعديت هولندا راح تخسر كثير بدنيه وتخسر جهود لاعبين. هذه المساله الان يجب ان نكون واقعيه معها. ايجابيه خاصه انا عندي في الشوط الثاني. الشوط الاول الحاله الايجابيه ان الفريق يعود، وكان حكيمي بصراحة لعب مباراة كبيرة جدا جدا. يعني الشوط الأول اللي أحسبه لهم رغم أن الأداء ما كان في أفضل حالاته، لكن محمد أنك تقدر ترجع في دقائق مثل هذه شخصية الفريق اللي يعطيك أنه أحد الفرق المميزة. ما نبي أقول لك البطل، لكن فريق يحترم وضمن أفضل من 8 يمكن فرق منتخبات على مستوى العالم. في المباراتين الأولى يمكن الشكل الهجومي المنتخب المغربي ما كان مقنع تركي، لكن انك تسجل 4 أهداف في مباراة واحدة يدل ان عندك فعلا قوة هجومية تستحق الاحترام. صحيح الخصم ما هو نفس الخصمين اللي قبل، لكن في نفس الوقت هذا منتخب وصل كأس العالم. صحيح، و4 أهداف سجلها 4 لاعبين مختلفين، وهذا يعني شيء يسعد اي مدرب. ترى اللاعبين لما تتوزع النجومية الفريق يحس انه عنده كثير من اللاعبين وبدلاء يا دكتور. الهدف الثالث والرابع من البدلاء، وكل الاهداف كان فيها صناعه. صحيح. هذا يعني لاعب مش بس انه والله مجهود فردي، احيانا يكون في لاعب عنده مجهود فردي ولاعب رائع، لكن الاشياء اللعب الجماعي هو اللي يساعدك انك تكرر الجمل التكتيكيه، فكان رائع. لكن في المقابل دفاعيا ايضا ما كان جيد. يعني هذه المباراه ممتازه للفريق قبل يبدا مرحله خروج المغلوب. سجل فيك هدفين، الهدف الاول خطأ من بونو، الهدف الثاني
يعني احنا نقول الان لكل لاعب 6 او لاعب في المنطقه الخطر. الان اصبحت، شوف حتى مباراه الاكوادور قبل شوي صحيح. كانوا يضغطون على المانيا في المنطقه اللي بين النص وال18. هذه المنطقه اللي هي منطقه يعني صعبه، من تطول كوره بس عليك شيء بسيط او ما تستلمها بشكل جيد دخلوا عليك سجلوا هدف. يعني نوير ما قدر يتفاهم مع الكرة لأنه بأسرع وقت انقطعت تمرير اللاعب وسددها جول. فالهدف الثاني في المغرب كان فيه تردد من اللاعبين، يعتقد انه بيقدر يسحبها، بيقدر يعطي كوبري، بيقدر كذا او تراخى فيها. لذلك هذه المنطقة شتت الكرة بأسرع وقت ممكن، لأنه إذا انقطعت بنسبة كبيرة هدف. فلذلك جيدة هذه المباراة للتعلم، ممتازة هجوميا، رائعة هجوميا، ولكن أيضا عندك أخطاء دفاعية. إذا أنت لعبت مع المنتخب الهولندي بقت الأمور على ما هي عليه، منتخب هجومي شفناه في مباراته مع السويد، شفناه في مباراته حتى الأولى مع اليابان، منتخب هجومي حقيقي. فمهم جدا أيضا أنك أنت تنتبه للأخطاء اللي يحولها الفريق الآخر. أنا أشوف الحين كثير من الفرق ما عاد تبني، هي تنتظرك تخطي ومرتدة بسرعة، الفريق يكون في وضع هجومي وتسجل جول. نرجع للاستحواذ. ما عاد صار ناس تفكر اني انا بستحوذ وابني وامرر 20 تمرير عشان اسجل هدف. هذه بدات تنتهي واعتقد انها انتهت من قصدك على اخطاء الفريق المنافس. اخطاء الفريق المنافس. اللاعب اذا ما استلم الكوره بشكل جيد او استلمها على باله بيقدر يلف، انقطعت من الكوره وهدف. انا ما محتاج امرر كثير عشان اسجل. وهذا اللي شفته لو ما عندنا احصائيات، وكثير من الاهداف اللي تسجلت من اول مباراه الافتتاح كره مقطوعه من محور وجول، يوريك وين احنا رايحين. خصوصا انه الاحتكاكات ما عاد صارت فاول، صار الاول احتكاك فاول مع المحور وكذا ويطيح ويحضن، انتهى هذا الموضوع. صار يقطعون من الكوره ويتركونه طايح يسجلون جول زين. ثم يجي الحكم يقول تقوم ولا تطلع دقيقه، يقول لا بقوم. يعني في هذه اليوم التغير الكبير ما تعطي فرصه للاعبين. مش لازم محور 6، احيانا 8، احيانا لاعب راجع في ذا المنطقه. شيل الكوره يا اخي، لا تحاول تلعب تدور وتسحب. انت قاعد توجه رساله لواحد وان شاء الله. لا الكل اللاعبين بالذات منتخبنا زين. منتخبنا انا ودي انه ما يخطي هذه الاخطاء لانها تقهر ومتكرره. محمد في نقطه سريعه، في مدرب انا جلست معه شو يقول للاعب؟ ترى الثواني كل ثانيه تتاخر فيها تعطي فرصه للفريق المنافس. يجب انك اصلا يكون عندك العقليه للقرار قبل الاستلام. احيانا بالضبط. كل ما تاخرت الثواني تفرق، وزادت في الفتره الاخيره. نروح للمباراة الثانية في المجموعة نفسها. البرازيل حسمت الصدارة في ليلة يعني شهدت عودة النجم الأول للمنتخب البرازيلي نيمار. اسكتلندا كما تحدثنا قبل قليل ستنتظر بقية نتائج المجموعات لتعرف إن كانت ستتأهل ولا لا. تركي من شوي كنا نتكلم عن الإنجاز التاريخي لصيباري الذي أصبح هو اللاعب أفريقي يسجل في 3 مباريات متتالية في كأس العالم. إذا ماني غلطان برضو أول لاعب عربي يسوي هذا الإنجاز. لكن فينيسيوس جونيور أصبح 5 لاعب برازيلي يفعل ذلك في كأس العالم بعد ما سجل في مباراة أمام اسكتلندا. حالة جميلة للمهاجم البرازيلي. أكيد. وهذه البرازيل يغيب نجم يطلع نجوم. فينيسيوس لفترة واللاعب اللي يستاهل الكرة الذهبية، ودائما نتحدث عنه أنه لاعب عظيم. وكأس العالم هي الفرصة للرد على الجميع. شفنا كريستيانو رد على الجميع، شفنا ميسي رد على الجميع، والآن حتى مبابي رد على الجميع. فالآن فينيسيوس قاعد يسجل، هذا هدفه الرابع، سجل المباراة الأولى والثانية أمام هايتي، وأيضا هذه المباراة سجل هدفين، ويلعب بشكل جدا ممتاز جماعي. هذه المهارة اللي أنت يعني هو وده انه يسحب، لكنه هو كلاعب ما عاد يسحب، صار دائما يناظر الباب زين، يوخر الكرة على المدافع ويحطها. يعني انا اعجبني كثير انه في تغير فكري في عدد كبير من المنتخبات زي اللي كانت تعتمد على المهارة الفردية، انه المهارة هذه اني انا وشون توصلني للمرمى، لان هذا هو الهدف. اداء رائع. ايضا انبسطنا على نيمار ونزول نيمار، مع انه كان خايف. انا حسيت انه يعني حتى يعني الفريق الاسكتلندي يعني خايفين يشتركون معه، يعني ما يبغون يشتركون معه. 14 دقيقة لطيفة حلوة يعني لكنها جيدة ونتمنى انه يبني عليها.